السلام عليكم، أنا محمود محمد 19 سنة، الأسك بتاعنا هو 1.300.000. احنا فكره مشروعنا بتلبي احتياجات 12 مليون شخص في مصر وهم ذوي الاحتياجات الخاصه. لما جينا نبص للمشاكل عند اخواتنا من ذوي الهمم لقينا ان هم بيواجهوا صعوبه في ان هم يتابعوا دورات تدريبيه علشان يطوروا من مهاراتهم، وبيواجهوا صعوبه في ان هم يلاقوا فرص توظيفيه مناسبه لمهاراتهم، ورغم وجود الحرفيه في المنتجات بتاعتهم الا انهم بيفتقروا الى التسويق. فجينا احنا كتيم دليل فكرنا لهم في حلول وعملنا لهم ابلكيشن علشان نقدر نوفر لهم تسويق لمنتجاتهم ونوفر لهم السيرفيس بتاعتنا اونلاين، وعملنا لهم مركز تاهيلي متكامل علشان نقدر نوفر لهم التدريبات اللازمه علشان يتماشوا مع متطلبات سوق العمل. وفرنا لهم ربط بشركات توظيف ال 5% علشان يقدروا يلاقوا فرص عمل مناسبه ليهم، وعملنا لهم برايفت سيشن عشان نأهلهم نفسيا لسوق العمل. ده جزء من السيرفيس اللي احنا قدمناها زي كورس تركيب الشموع، تركيب العطور والشموع والكروشيه والاي سي دي ال والبروجرامينج، وده جزء من البرودكت اللي هم انتجوها. وده الويب سايت والابلكيشن بتاعنا، تقدر تسكان الكيو ار كود علشان تعمل داونلود للابلكيشن وتشوف الويب سايت بتاعنا. من ناحيه الكومباترز فاحنا عندنا كومباترز كتير زي جيزا سيستم. احنا بنتميز عن الكومباترز بتوعنا في ان احنا بنوفر تاهيل قبل التوظيف وبنوفر لهم تسويق لمنتجاتهم. الجوتو مارك بتاعنا هو ذوي الاحتياجات الخاصه، بنوفر لهم تسويق ونوفر لهم كورسات وتدريبات، واحنا موجودين في الزقازيق والقاهره وعلى الابلكيشن، وبيقدروا يوصلوا لنا من خلال السوشيال ميديا والاي كوميرس بتاعنا. الريفينيو بتاعنا بيجي حاجتين، اول حاجه هي بي تو سي وده من خلال الاشتراكات المباشره في الكورسات بتاعتنا والابلكيشن. ثاني حاجه بي تو سي بي تو بي من خلال شراكات مع شركات توظيف ال 5%. الرود ماب بتاعتنا في 2024 قدرنا نوصل ل 250 مشترك وحققنا ريفينيو 150,000 وكنا شغالين بي تو سي. في 2025 هنشتغل باستراتيجي بي تو سي وهنوصل ان شاء الله لتارجت 1200 شخص بريفينيو مليون. وفي 2026 هنشتغل باستراتيجي اتش تو اتش وهنوصل لمشتركين 1700 شخص ومليون ونص ريفينيو. احنا جايين النهارده نطلب 1,300,000 عشان نقدر نوفر مركز تاهيلي متكامل ذوي الاحتياجات الخاصه، والاسك بتاعنا هيتقسم على الايكوبمنتس والسالاريز والفري سكولرشيب والاب جريدز والرنت والماركتنج. ده تيم دليل متكون من تيم مختلف من كليات مختلفه زي علوم الحاسب وعلوم الاعاقه والهندسه والاداره. من هنا تقدر تسكان الكيو ار كود بتاعنا وتدخل على جروباتنا وتنضم لعائلتنا. عندنا اختنا رغد من ذوي الاحتياجات الخاصه، هي الدافع الاساسي لينا، وانا دلوقتي بقول للتيم بتاعي يتفضل معانا على الستيج. طبعا هي الفكره فكره جميله، ان انت وجهت لذوي الهمم وذوي الاحتياجات الخاصه، وان انت تقدر تسوق البرودكتس بتاعتهم لو انا فاهم صح. وهي دي الحاجه اللي انا ببدا بيها. انا مش فاهم هل انت مركز على اب هتسوق بيه منتجات ذوي الهمم، ولا انت هتساعدهم في الانتاج وبعد كده التسويق من خلال الاب؟ فعايزك تشرح اكتر انتوا بتعملوا ايه بالظبط. شركه دليل بتنمي قدرات ذوي الاحتياجات الخاصه، بتأهلهم مهنيا ووظيفيا. تمام. بفضل الله انا ما كنتش اعرف قبل دليل، ما كنتش اعرف اتكلم حتى كلمتين على بعض. ازدادت ثقتي بنفسي بشكل كبير جدا. طبعا مؤسسه دليل بتعمل ربط ما بين ذوي الاحتياجات الخاصه وشركات ال 5%، لان احنا بنفتقر لحاجه اسمها بنفتقر للتوجيه، مش لاقيين حد يوجهنا. فالحمد لله مشروع دليل عرف يعمل ده. يبقى دليل عمل التدريب والتأهيل وعمل التسويق الاثنين مع بعض. احنا بنديهم تدريبات في الهاند ميد، وبعد ما بياخدوا تدريباتنا في الهاند ميد بيقدر ان هو يكون كواليفايد ان هو ينتج منتجات زي كده. مش بنسيبه برضه، بنكمل معاه الجورني للنهايه وبنخليه ان هو يسوق المنتجات بتاعته اللي انتجها من خلالنا على الابلكيشن دليل. العائد بتاع المبيعات دي رايح لمين؟ العائد بيتقسم اما للشركه نفسها او لذوي الاحتياجات الخاصه طبعا. فالشركه بتاخد قد ايه؟ بتاخد نسبه بسيطه جدا، بتاخد 10%. 10%. لان المشروع بتاعكم جميل، وكراجل مستثمر مش ما حطوش في تصنيف مشروع تجاري يكسب، ده مشروع CSR عظيم. صحيح. صح. فانا المطلب بتاعكم لازم يبقى مع الشركات اللي هي لازم تعين ال5%، ان انت تقدروا تأهلوا لهم ناس من خلال الاب بتاعكم ويروح لهم، فيبقى في عمل اجتماعي متكامل بعيد عن الريفينيو ستريم. الايرادات دي حاجه لازم ترجع لذوي الهمم لان هم تعبوا فيها. صح اكيد. دوركم دور اجتماعي، والفند اللي تطلبوه فند CSR مش فند تجاري، وده هيفرق جدا في تلقي المشروع.
الشركات ليها دور مهم جدا، وانتم من خلالكم التوعيه ان لازم الشركات تعين ال5% اللي الحكومه حطاها. الشركات بتيجي تقول انا لما بعين ما بلاقيش الكفاءات. ايوه فانتوا تعملوا الرابطه بين الشركات والكفاءات، نحل مشكله كبيره جدا جدا البلد دي تسمح في لي امس الحاجات. اكمل على كلام حضرتك. احنا بنعمل اوريدي حاجه زي كده، بنوصل لشركات 5%، بنعمل معاهم بارتنرشيب. ببدا ان انا ادخل معاه في انترفيو كده، انت عايز ايه في الشركه، ناس عايزه ايه المتطلبات بتاعتك، 1 2 عايز مثلا شاطر في الاوفيس، عايزه شاطر في كذا وكذا. ببدا ان انا اخد بقى المتطلبات بتاعته دي بناء على الانترفيو اللي تم بيني وبين الشركه، وابدا ان انا اوفرها للاشخاص اللي عندي. اوريدي احنا اشتغلنا في حاجه بروجرامينج، برمجه، وفي مننا ناس كتير قوي بلايند دلوقتي عادوا ان هو بيعملوا برامج من خلال لغات البرمجه عادي. طيب احنا شركه نسلي احنا ابتدينا برنامج اسمه اثر علشان نحاول ان احنا نؤهل ذوي الهمم ان هم يقدروا ياخدوا الوظائف، ولما ياخدوا وظائف ال5% يكونوا كمان بيضيفوا قيمه حقيقيه. فيكون جميل لو تواصلنا ونشوف ازاي نقدر نتعاون مع بعض. بس مشروع جميل جدا وربنا يبارك لكم. اختلف مع اخويا شلبايه سنه انه ما فيش مشكله لو في بروفيت عشان يفضل سستينبل برضه. يعني قد يكون برضه ما بس انا عاوز البروفيت يرجع لذوي الهمم بنسبه كبيره بيرجع لهم. وبرضه الموديل ممكن يحتمل انه يكون هادف للربح فيفضل بيضيف قيمه وبيخلق علشان الشباب كمان يعني تمشي كده وكده. فبس اي هير يو، بس تمشي كده وكده على كل حال. لكن اجمالا مشروع جميل واضافه حقيقيه. طب احنا معانا اهو نسلة اهو، بقيه الشركات في حد ممكن؟ بص كل الشركات عندها ال5%. هدير اهو، يلا هنسمع طلبات. انا عايزه اقترح حاجه. مبدئيا الفكره حلوه جدا، وممكن مشكله احنا بنقابلها ناحيه الشركات هي فكره ال5%. انا عايزه اجيب 5% يشتغلوا بجد ويشتغلوا شغلانه حقيقيه وكويسه وبالمرتب اللي يستحقوه في الشغلانه دي، ولكن ما بلاقيش ناس فعلا عايزه تيجي تشتغل. فعجبني فكره ان انتوا توصلوا ما بين الناحيتين. وانا لو منكم اركز في حاجه معينه زي مثلا الكول سنتر، معظم الشركات عايزه كول سنتر. لو انت ركزتي، انا قريت انتوا حاجات عاملينها زي الشمعه والكروشيه وهكذا، اركز في حاجه فعلا عليها طلب وهي كول سنتر، اجهز الناس دي. هتروحي للناس زي طلبات او زي نسلي او زي بيبسي، هتلاقي الناس دي كلها عايز تاخد منك ال5% من عندك. اكيد. طب يلا يعني انا ادفع عشان اخد سيرفيس زي دي. اكيد. هندخل شلبايه ان ولا اوت؟ ان ب 300. 300. شلبي؟ انا ام توتالي ان 300,000. هدير؟ 400,000. كده مليون. سامح؟ المشروع يستحق الدعم. اعتقد ان هو المليون خلاص وصلوا يعني، ويعني كده تمام، انا كده مطمن عليه. تمام. طارق؟ هو المبلغ المطلوب كان كام؟ انا اسف. 1,300,000. 1,300,000. بس خلي بالكم لو احنا وصلنا للمليون و300,000، فوق المليون لازم الصندوق هيدخل معاكم شريك في المشروع بنسبه. هل انتم موافقين على كده ولا لا؟ قبل ما طارق حتى يقول رايه. احنا قرأنا ببنود وموافقين. موافقين؟ طيب يبقى القرار عند طارق. 300,000 جنيه كمان، وربنا يكرمكم ويوفقكم ان شاء الله. يا رب. شكرا.